السلام عليكم، أهلا بكم من جديد في قناة الزراعة الحديثة. هنتكلم النهاردة عن أسعار الرز الشعير وأسعار الذرة وأسعار القطن وأسعار الفول البلدي وأسعار السمسم. هنبدأ بأسعار الذرة زي ما احنا متعودين. سعر الذرة الأصفر البرازيلي المستورد 11250 صب أرضه من المينا. سعر الذرة الأصفر المستورد الأرجنتيني 11200 جنيه صب أرضه من المينا. وسعر الذرة الأوكراني 10250 جنيه للطن صب أرضه من المينا. في ثبات في أسعار الذرة على آخر الأسبوع. بالنسبة لأسعار فول الصويا 44% بروتين ب23,000 جنيه، وفول الصويا 46% بروتين ب23,500 جنيه مستورد أو محلي. بالنسبة لأسعار القطن النهاردة زي ما شفنا المزاد بتاع القطن أول امبارح سجل فيه الأسعار من 11,000 ل 11,720 جنيه، مع العلم إن في ناس كتير جدا وتجار بيقولوا مش هي دي أسعار القطن الحقيقية. أسعار القطن الحقيقية هيتم تحديدها وقت نزول مزاد الوجه البحري. بالنسبة لأسعار الفول البلدي النهاردة، سعر الفول البلدي تلاجات بضاعة أعلى جودة الإرداب ب155 كيلو من 4900 ل5000 جنيه. الفول الرفيع والفول العريض من 4800 ل4900 جنيه. أما عن أسعار الرز النهاردة فسجل معانا سعر الرز الأبيض الرفيع بضاعة أعلى جودة من أرض المضرب زيت وبخار وسيروتكس وكسر من 8 ل10% 20,500 جنيه. سعر الرز الأبيض العريض بضاعة أعلى جودة زيت وبخار وسيروتكس وكسر من 8 ل10% شكارة متعبية 25 كيلو و10 كيلو ب22,000 جنيه. وأسعار الرز الشعير النهاردة سجل معانا سعر الرز الشعير العريض والصال للمضرب 14,800 جنيه، وسجل سعر الرز الشعير الرفيع والصال للمضرب 14,000 جنيه، وأسعار التنفيذ بتقل 200 جنيه. وبالنسبة لأسعار مخلفات الرز السرس المطحون 1600 جنيه، وكاس الرز الناعم 12,500 جنيه، وسعر الكونة 10,500 جنيه. نيجي لأسعار السمسم. سجل معانا سعر طن السمسم المحلي معبأ من على أرضه 74,000 جنيه، وسعر طن السمسم المستورد الأبيض سجل معانا 74,000 جنيه، وسعر طن السمسم الأحمر المصري 69,000 جنيه من أرضه، وسعر طن السمسم الأحمر السوداني 72,000 جنيه من أرضه، وسعر طن السمسم دي للجمل سجل معانا متوسط من 73,000 جنيه ل76,000 جنيه على حسب الجودة. وبتتراوح سعر كيلو السمسم ما بين 160 جنيه ل165 جنيه. وبكده نكون انتهينا من حلقتنا اليوم، وياريت تدعمونا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.